من خلال اللقطة الماضية، لكن علي بيت سعيد ارسل لك كرة مميزة، وبعد ذلك جاء التدخل من جانب ابراهيم عبد الله على مالك تبوك. اذا في ركله جزاء موجوده الان لنادي صلالة من اجل تقليص الفارق، وربما تسجيل اول اهداف في المباراه. اذا ابراهيم عبد الله يتحصل على بطاقه صفراء. وما زال الحديث مستمر من جانب منصور النعيمي ولاعيبه نادي صلالة. اذا بطاقه حمراء للاعب ابراهيم العبيدلي، بطاقه حمراء للاعب ابراهيم العبيدلي، وبالتالي المصائب لا تاتي فرادى بالنسبه لنادي النهضه. ركله جزاء الان وطرد للاعب البحريني المدافع ابراهيم العبيدلي الذي لن يتواجد في المباراة القادمة عندما يلتقي نادي النهضة نادي فنجة في الجولة القادمة قبل الأخيرة من مشوار الفريقين في بطولة الدوري. لكن الآن في ركلة جزاء لنادي النهضة، وعلى التنفيذ اللاعب غانم محمد صاحب الأربعة أهداف مع نادي صلالة، واللاعب الذي سجل آخر أهداف نادي صلالة في مواجهة نادي النهضة. هل يعود مرة أخرى للتسجيل؟ ويومها انتهى ذلك اللقاء بانتصار نادي النهضة 2-1. الآن غانم تقدم، صدى الحارس اللي هو عبد الله المعمري، وبالتالي يبقي على نظافة شباكه بالهدفين